مكسب امبارح في مباراة سموحة للأهلي، مكسب معنوي، مكسب مهم من ناحية الترتيب في الوضعية. لكن بشكل عام حتى الجماهير مش فرحانة بالهدف اللي بلس 90 أو بلس 90 الاعتيادية للنادي الأهلي اللي بنسمعها دايما من أشرف الكاشف ملك السسبنس والكلام ده كله. ولكن محدش فرحان، محدش مقتنع باللي بيقدمه النادي، محدش مقتنع بالمستوى الهزلي اللي فيه. اللاعبين بيباصوا بساطة عرضية وحتى مش عارفين يلعبوا الباصة العرضية. علامات استفهام ومئات التساؤلات على اداء بعض اللاعبين زي التراجع الغريب لامام عاشور. حتى في موضوعه في الملعب اتكلم عليها امبارح اشرف الكاشف المعلق، ان ازاي بيرجع هو يلم الكور وساب الناس تهاجم، مش عايز يبقى ليه دور في صناعة الاهداف او في التسجيل. كلها امور غريبة. مستوى زيزو وعدم حتى الاستفادة من القدرات اللي موجودة عنده الاعتيادية بكروس أو بالناحية البدنية أو بغيره من اللي كان موجود عليها مع الزمالك. كلها مشاكل كبيرة جدا لتروب، اللي حتى ما اقتنعش بمحمد شريف وسابه يكمل المباراة. لو أنت مقتنع بيه، المشكلة مش في شريف، المشكلة في الكور اللي بتتمدله. حتى ولو الكرة الغريبة قوي الدبل كيك اللي بقت حديث الساعة حتى في الوكالات العالمية، دبل كيك بيخبط في وش المهاجم بعد ما بيلعبه. طبعا موقف محزن كوميدي في نفس الوقت الحقيقه، على اداء ومستوى لاعبي النادي الاهلي بشكل عام، او على اداء محمد الشريف خاصه. الراس الحربه اللي الاهلي جايبه عشان يبقى المعوض لوسام، او تاني معوض لوسام بعد اللاعب المحترف اللي طبعا جه وشفناه يوم ولا اتنين واختفى. الحقيقه مش عارفين نقول ايه ولا ايه. مشاكل بالجمله. مجلس اداره النادي الاهلي مدعو لاتخاذ قرارات فنيه قبل ما يبقى متحفز قوي مين هيروح يسمع الفار، والحكم قال ايه للفار والفار قال له ايه، والحكام اتكلموا ازاي مع انه طريقه وانه اسلوب مع اللعيبه بعد المباراه. في حين ان انت في ماتش زي امبارح بتحسب سموحه ضربه جزاء واضحه لا تحتسب لامادو، اللي احمد عبد العزيز المدير الفني لسموحه ارتكب كارثه فنيه في الشوط الثاني بتغييره في الدقيقه 60. عدى اكتر من مره من ناحيه اليمين وسحب سموحه لهجمات والترنات وتحولات مهمه، اذ بمدير فني غير اللاعب المهم الوحيد اللي في الفريق مسجل الهدف، ويحرم سموحه من قدرته على التنفس من الضغط او الاستحواذ السلبي للنادي الاهلي بخروج امادو. ثم خروج اللعيب الديفندر الطويل رقم 16 تقريبا، مش عارف اسمه تراوري ولا ايه، في الدقيقه 80 عشان يقتل اي عزيمه لسموحه. كأن احمد عبد العزيز لعب مع الجهاز الفني للاهلي مش مع الجهاز الفني لسموحه، في تحركات وتبديلات غريبه الشكل واللون لمدرب سموحه، خلت سموحه اخر 15 10 دقائق في حاله سلبيه تامه ومضغوط ضغط اكبر من اللازم او اكبر من اللي قادر عليها.